مسا على كل عشاق دحيح الافلام. النهارده لخص لكم فيلم بعنوان مون فول واللي صدر سنه 2022 وبيبتدي فيلمنا سنه 2011 وبنشوف مع بعض براين وجوزيفيندا وزميلهم ماركوس ويكونوا في مهمه وبيصلحوا قمر الصناعي، لكن هم بيصلحوا القمر بتحصل حاجه غريبه والمركبه الفضائيه بتاعتهم نورها كل شويه يطفي ويولع لوحده وبيفضلوا يبصوا لبعض وبيبقوا مستغربين ايه اللي بيحصل، ولكن بتحصل مفاجاه غريبه وبيجي شيء مأجول وبيهجم عليهم وبيخطف منهم ماركوس وبيتقطع الحبل اللي كان مربوط بيه في المركبه. وبنرجع مع بعض وبنشوف براين وبيرجع للمركبه الفضائيه بتاعته وهو بيكون شاطر وبيقدر يسيطر عليها، وبيرجع وبيفضل يفوق في جوزيفيندا وبيكون فقدت الوعي واغمى عليها، وبيتكلم مع جوزيفيندا وبيقول لها ما تلاقيش انا هرجع كوكب الارض تاني، مش عاوزك تخافي وهرجعك، يعني هرجعك لو على جثتي. وبيشوف براين حاجه غريبه وبيشوف غبار ضخم جدا في الفضاء، واللي بيعمل الغبار ده الشيء اللي هاجمهم وخطف منهم ماركوس، وبيعمل كمان حفره كبيره جدا وضخمه جدا في ارضيته. وبعد مرور سنه ونص بنشوف ابن براين وعايش مع امه بعد ما براين طلقها وانفصلوا عن بعض، وابن براين بيتفرج على اللاب بتاعه وبيشوف جزء من تحقيق وكاله ناسا مع ابوه، وبيكونوا طردوه من الشغل بسبب اهماله وبسبب انه مش مركز، فشافوا ان النتيجه بتاعه اهماله دي ضيعت منهم زميلهم ماركوس، وبيفضل يبرر ليهم الموقف وبيحكي لهم عن المصدر المجهول اللي هجم عليهم، لكن وكاله ناسا ما بيصدقوش وبيقولوا ان هو بيكذب علشان يدار على خيبته ويحلل لنفسه خطف زميله ماركوس. وبرغم كده جوزفيندا قالت ان انا كنت فاقده الوعي وما شفتش اي حاجه من اللي براين بيحكيها. وبعد مرور 10 سنين بنشوف مع بعض واحد اسمه كيسي وبيكون مجنون ومدمن للعلوم والفضاء، وبيتنكر في لبس عام النظافه وبيكون مستني دكتور في العلوم، والدكتور ده بيكون حد تقيل جدا وبيستخبى منه لحد ما يخرج من مكتبه، ولما بيخرج من مكتبه الدكتور ما بيشوفش كيسي وبيخش وبينتحل شخصيته وبيجيب حاجاته وبيطلب من هيئه الرصد الوطني ان هم يبعتوا له كل حاجه عن القمر اخر 10 سنين ويدوهم ايميله الشخصي علشان يبعتوا له كل حاجه عنده هو. وبعد كده بنشوف كيسي وبيكون شغال في مطعم وبيجي له رساله من هيئه الرصد الوطني، ولما بيفتحها وبيدرسها بيعرف ان في خطر كبير جدا على كوكب الارض وقريب قوي الناس هتتدمر. وبنرجع وبنشوف جوزفيندا وبتبقى نايمه وبيجي لها مكالمه من الشغل ان هي اترقت وبقت مديره في وكاله ناسا، انها لازم تروح دلوقتي مقر شغلها. ولما جوزفيندا بتوصل واحد من اللي شغالين بيقول لها ان احنا شفنا حاجه خطيره جدا، وبيقول لها ان احنا اكتشفنا ان القمر مساره اللي بيدور بيه حوالين الارض اتغير وقل جامد، وده خطر كبير جدا وممكن القمر يصطدم في كوكب الارض. وكمان بيقول لها ان الكاميرات شافت حاجات غريبه وشافت طيف غازي بيخرج من على سطح القمر، وبيقول لها كمان ان الحفره دي موجوده في نفس المكان اللي برايم اتكلم عنها من 10 سنين، والحفره دي طبعا المصدر المجهول اللي عملها. وبنرجع مع بعض وبنشوف كيسي وهو داخل بيته بيكون الموضوع شغله جدا ومخليه قلقان، وبيحاول يتصل بمدير وكاله ناسا علشان يبلغه عن الحوار اللي شافه واكتشفه، لكن بيفشل وما بيعرفش يتواصل معاه. ما هو بالعقل برضه يا كيسي عاوز تتواصل مع مدير ناسا مره واحده. بنشوف القطه بتاعته بتعمل بيبي على جورنال قديم واقع في الارض، وبيقوم كيسي وبيزعق لها وبيقول لها مش احنا اتفقنا ان في حمام ينفع كده، لكن لما بيبص في الورقه بيلاقي كلام براين وبيحكي عن الحادثه اللي حصل لها معاه وبيحكي عن المصدر الغريب اللي هجم عليهم. وبيقرر كيسي ان هو يروح يقابل براين، وبنشوف كيسي وبيروح لبراين وبيبقى شغال في متحف الفضاء وبيدرس للاطفال عن الفضاء، وبيروح كيسي وبيسلم عليه وبيقول له والله انت قدوتي في الحياه وانا بحبك، وبيقول له انا عرفت مصيبه، وبيقول له مصيبه ايه يا عم بوشك ده، خش في الموضوع على طول. وبيقول له كيسي ان انا اكتشفت ان المسار بتاع القمر بيتغير وقرب يصطدم بكوكب الارض، فعاوزين نقدر نوصل لاي حد يشوف حل للموضوع ده. وبراين بيقول له يا جدع انت وانت جاي تخنقني ليه، وبيحس ان هو مجنون وكلامه كله عبط في عبط، وبينادي على الامن وبيقول لهم طلعوا العبيط ده من هنا. والامن بيجي ياخد كيسي، وهو الامن بياخده بيرمي التقرير اللي بعتته هيئه الرصد الوطني وبيقول له اقراه وهتعرف كل حاجه، والله انا مش مجنون. وبينزل براين وبيلم التقرير ده لكن مش بيهتم وما بيقراش حاجه وبيمشي يروح بيته. وبنشوف براين وهو قاعد في بيته بتتصل بيه طليقته بتقول له الحقني في مصيبه، وبيقول لها وبعدين في اليوم ده مصايب ايه تاني، وبتقول له ابنك اتقبض عليه علشان كان ماشي سريع بالعربيه ولما مسكوه شافوا معاه مخدرات. وبنرجع لجوزفيندا وبتكون متجمعه هي ومدير وكاله ناسا وبتقول له على كل حاجه، وبتقول له الدراسات بتقول ان كمان 3 اسابيع ان القمر هيصطدم في الارض، وكمان بتقول له ان الكاميرات بتاعتها شافت حفره غريبه في نفس المكان اللي كان براين بيحكي عنه وده امر غريب، وبتقول له كمان ان الحوار ده خطر علينا ولازم نبعت فريق يشوف ايه الوضع هناك وكمان يشوف الحفره دي مصدرها ايه. وبيقول لها كلامك معقول، احنا لازم فعلا نعمل كده، بس الاهم من كل ده ان الحاجات دي تبقى سريه ومحدش يعرف عنها اي حاجه ولا اي
حد يقول اي حاجه للاعلام. ولسه ما بيخلصش كلامه بيلاقوا كل الموظفين بتتكلم وبتقول ان الخبر كله انتشر في الاعلام بسبب ان في شخص اتكلم على تويتر وقال ان مسار القمر اتغير. وبعد ما الدنيا بتولع عند الناس بيتكلموا وبيخربوا الدنيا، وبيضطر مدير ناسا يجمع الناس ويطمنهم وبيقول لهم كل الكلام ده كذب، واحنا بعتنا فريق من عندنا يشوفوا الكلام ده وما لاقوش اي حاجه من اللي بتتقال دي. وبيخلص الكلام مع الناس على كده. لما بيمشي هو وجوزفيندا بتقول له ان انت كده غلطان وانت كده ما طمنتش الناس، انت كده بتكذب عليهم وده ما ينفعش. وبنرجع لبراين وبيكون فاتح التلفزيون وبيلاقي الكلام كتير قوي على مسار القمر وان الاعلام خارب الدنيا. في نفس الوقت ده بيفتكر التقرير بتاع كيسي وبيروح يدور عليه. لما بيدور عليه بيلاقيه وبيقراه وبنروح مع بعض وبنشوف براين وراح لكيسي وبيكون متجمع مع رواد فضاء وبيتناقشوا في الموضوع ده، وبيطلب منه براين ان هم يقعدوا مع بعض. وبنشوفهم وهم قاعدين مع بعض وبيقول له براين بس في حاجه غريبه اغرب من اي حاجه، هو انت ازاي عرفت الاخبار دي قبل وكاله ناسا ذات نفسها؟ وبيقول له كيسي ان انا من وانا صغير وانا بحب الفضاء ودارس الكواكب دي كلها ودي اكتر حاجه انا بحبها. وبيقول له انا كنت بدرس الكواكب البعيده علشان بدور على الهياكل الضخمه. وبيقول له انا اكتشفت ان داخل القمر بقايا منقرضه. وفي نفس اللحظه دي بنشوف مكوك فضائي تبع وكاله ناسا وبيطلع القمر علشان بشوف الدنيا هناك بتقول ايه. وبيقربوا رواد الفضاء من الحفره، ولما بيقربوا منها بيحدفوا في الحفره مسبار علشان يكتشف الحفره دي فيها ايه. وفي نفس الوقت بيكونوا المقر بتاع الشركه متواصل معاهم. وفي اللحظه دي واحد من الرواد اللي في الشركه بيقول لهم في مشكله وانا مش عارف اسيطر على المسبار وفي حاجه ماسكاه جوه الحفره مش عارف اسيطر عليه بسببها. وبيطلع الوحش للرواد الفضاء وبيقول لهم كده ازعجتوني وانا نايم بقى ده اسمه كلام برضه، وبيتعصب عليهم وبيموتهم وبيكسر المكوك الفضائي بتاعهم. وفي نفس اللحظه دي بيقولوا الرواد اللي في الشركه وقت ما الكائن خرج من الحفره مسار القمر رجع لطبيعته. وفي نفس اللحظه دي التواصل اللي ما بين الشركه وما بين الرواد الفضائيين بيتقطع بعد موتهم. وبنرجع لكوكب الارض وبنشوف فيضان قوي جدا وبيروح في الفندق اللي فيه كيسي وبراين. والفيضان ده بيبادر الفندق وبيحاول براين وكيسي يهربوا منه ويطلعوا للادوار العاليه في الفندق بس بيتبهدلوا برضه من الفيضان. وبنرجع لجوزفيندا وبتسمع المدير وهو بيكلم مراته وبيقول لها حضري شنطتك احنا هنخلع من البلد دي. وبتروح تواجه جوزفيندا وبتقول له هتخلع ازاي يعني؟ وبيقول لها هخلع انا لسه عيل صغير ومش عاوز اموت. وبيقول لها خدي انت مكاني في الشركه ووريني هتعملي ايه. وبتقول له انت المفروض تقوم بدورك، ما هو مش شغل عيال وانت لازم تحمي الناس وكل ده كان بايدك، انت عاوز تلبسني. وبيقول لها دافع عنهم من مين؟ انت شايفه ايه المصدر اللي المفروض نحاربه ده؟ والمصدر ده اقوى مننا ومش هنقدر عليه. وبينسحب وبيستقيل من مكانه وبتاخد هي مكانه وبيديها كارت وبيقول لها خدي اتفرجي وهتعرفي ان ناسا ذات نفسها السبب في كل ده. وبتروح جوزفيندا وبتاخد الكارت بتاع المدير اللي استقال، بتروح تشوف الكاميرات وبتشوف اليوم اللي كانت في الفضاء هي وبراين وبتشوف الكائن الغريب وبتلاقي كلام براين كل صح، وهي ساعتها كانت فاقده الوعي وما شافتش كل ده. وبتعرف ان وكاله ناسا خبت كل الكلام ده ولبسوها في براين. وبنرجع وبتكون جوزفيندا عامله اجتماع مع قاده من وزاره الدفاع وبيقولوا في الاجتماع ان هم هيضربوا النووي على الكائن المجهول ده علشان يخلصوا منه وبيقوموا يمشوا. لكن جوزفيندا بتزعق مع واحد منهم وبنعرف ان هو طليقها وبتقول له اللي انتوا هتعملوه ده خطر كبير جدا وممكن يدمر البلد كلها. وبنرجع لبراين وكيسي وهم في الفندق بعد ما الفيضان هدي، وبيقول له براين ان الدنيا كلها جت عليا في وقت واحد حتى بنتحبس. وبيحاول يتصل بابنه وهو محبوس وبيقعد معاه كيسي وبيكونوا بايتين مع بعض وبيقول له ان انا وحيد ولا ليا اب ولا ام وبيتعرفوا على بعض اكتر. وبعدين بيروحوا في النوم ولما بيصحوا بيلاقوا ناس من وكاله ناسا طالباهم وبيقولوا لبراين ان جوزفيندا عاوزاك ضروري. لكن براين بيكون متضايق منها جدا لانها ما شهدتش معاه ساعه المشكله اللي حصلت له. وبيروح براين لجوزفيندا وبياخد معاه كيسي وبيقول لها بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزه مني ايه؟ وبتقول له لا عاوزين نقفل في القديم، لكن المصايب اللي بتحصل دلوقتي دي كوم واللي حصل زمان ده كوم تاني خالص. وبتاخده وبتروح علشان توريه الحفره اللي في الفضاء وبتوريه كمان هجوم الوحش الغريب على الرواد الفضاء. وبتقول له كمان ان في ناسا اكتشفوا ان الكائن ده بيملك تطور رهيب جدا. وبتقول له كمان ساعه لما هجم على الرواد وخرج من الحفره القمر رجع لمساره الطبيعي، وده معناه ان احنا لو اتخلصنا من الكائن ده وخرجناه من الحفره كل حاجه هترجع زي الاول. وبيقول لها براين وايه المطلوب مني دلوقتي يعني علشان ابقى فاهم؟ وبتقول له جوزفيندا ان انا محتاجاك معايا ونحط ايدينا في ايد بعض ونقدر نتخلص من الوحش. وبيقول لها موافق بس عندي شرط. قال لها حط ايدي في ايدك وتطلعي ابني من الحبس. وبتوافق جوزفيندا وبتقول له يا عم وانا عينيا ليك ولابنك. وبيقول لها براين ربنا يخليك يا غداره. وبيقول لها كمان ان احنا دلوقتي عاوزين مكوك فضائي ضروري علشان نسافر بيه. وبتقول له جوزفيندا هو في واحد عندنا دلوقتي تعالى اوريهولك.
وبتروح تاخده وبتدخله جوه متحف قديم وبيكون فيه مكوك فضائي قديم، وبتقول له هو ده اللي موجود دلوقتي علشان كل اللي عندنا اتدمروا. وبنشوفهم مع بعض وبيجهزوا المكوك الفضائي وبيطلعوه بره المتحف علشان براين يسافر بيه ويستعدوا علشان يطلعوا بيه في الفضاء. وبنرجع لبراين وجوزفيندا وبيتجمعوا مع قوات من الجيش، وبيدي لبراين قنبله وبتكون قنبله متطوره جدا، وبيقول له ارميها في الحفره بتاعته بس ومالكش دعوه هتموته وتموتك انت كمان. وبيديله جهاز القنبله وبيقول له خد بالك علشان تفرقع القنبله هتدوس دوستين على الزر الاحمر وساعتها القنبله هتفرقع في نفس الثانيه. وبيقول له ربنا معاك يا بطل وانت قدها ان شاء الله. وبتفاجئ جوزفيندا وبتجيب له ابنه لحد عنده، وبيروح براين وبيفضل يحضن في ابنه بيقول له كده بتشرب حشيش ماشي يا ابن الكلب انا هربيه. وبنشوف وزير الدفاع وبيكلم طليقته جوزفيندا وبيقول لها انا بعتلك ابننا والداده بتاعته علشان تخلي بالك منهم علشان الدنيا بره مش امان. فجاه بيحصل قلبان والدنيا كلها بتتهز، وبيحصل زلزال قوي جدا وفيضانات، وكمان بيحصل عطل في المكوك اللي هيسافر بيه براين. وبنشوف جوزفيندا وبتبقى خلاص فقدت الامل، وبتخلي كل الموظفين اللي في الشركه تروح بيوتهم علشان يشوفوا اهلهم، وبتقول ان الوقت ده اهلهم اولى بيهم. وبنشوف فعلا الشركه كلها بقت فاضيه، وبنشوف كل الموظفين ركبوا الطيارات وما صدقوا. وبنرجع لجوزفيندا وهي ماشيه وبتشوف كيسي ومعاه 2 مساعدين رواد فضاء وبيكون رابطهم جنبه قال لهم والله ما هتمشوا. وبيقول كيسي لجوزفيندا احنا لسه عندنا امل واحنا دراستنا للموضوع غلط واحنا كمان هنقدر نشغل المكوك، وبيقول لها كمان ان احنا قدامنا 28 دقيقه لازم نلحق فيهم نعمل كل حاجه علشان لو ما لحقناش القمر هيقع على الارض وهنموت كلنا. وبيرجع لجوزفيندا الامل تاني وبتروح لبراين وبتقول له احنا لازم نتصرف وان دي اخر محاوله لينا وان انا عندي امل في ربنا ان احنا هنقدر نحل الموضوع ده. وبتقول له وانا هبقى معاك علشان كل الموظفين في الشركه مشيوا. وبيقول لها خلاص وهناخد معانا كيسي يبقى المساعد بتاعنا وخلاص اتفقوا على كل حاجه. وبيروح براين وبيودع ابنه جوزفيندا نفس الكلام وبيروحوا علشان يستعدوا للمعركه. وبنشوف مع بعض جوزفيندا وكيسي وبراين وركبوا المكوك في نفس الوقت ده جاذبيه الارض بتبدا تختفي والفيضانات بتزيد، والفيضان بيبقى خلاص هيغرق المكوك الفضائي، لكن بيقدر براين يطلع بيه في اخر لحظه. لما بيطيروا في الجو المحركات بتاعه المكوك بتعطل، وبيقرر براين انه يفصلها وما بيكونش قدامه حل تاني غير كده. وبيحاول براين انه يوصل لخارج مدار الارض بقوه الدفع الذاتي، وفعلا بيقدر براين يعمل كده. وبينجح براين بكل صعوبه انه يوصل للغلاف الجوي، والمكوك اللي هو راكبه ده خربان ومش مساعده خالص، بس براين مش بييأس وبيحاول معاه. وبيوصل براين وبيمشي في الطريق بتاع القمر خلاص وبيستعدوا للحرب. وبنرجع لكوكب الارض وبنشوف الناس كلها وهي مجتمعه وخايفه يا عيني علشان بيشوفوا ان القمر في السماء بقى كبير جدا وشكله ضخم قوي ومرعب، وبيكون خلاص كلها دقايق ويوصل للارض وكل حاجه تنتهي. وبنرجع تاني لجوزفيندا وكيسي وبراين في الفضاء وبيكونوا خلاص وصلوا القمر، وبيطلع براين تليفونه وبياخد صور تذكاريه علشان كلها وقت ويتكل على الله وكده يعني. وبياخد كيسي مركبه فضائيه وبياخد معاه القنبله علشان يروح يهجم على الوحش ويحدف عليه القنبله، لكن الوحش ما بيطلعش يهجم على كيسي اصلا وبيروح يهجم على المكوك. وبيعرف براين ان الوحش ده متبرمج ان هو يهجم على البشر اللي موجودين في بيئه الكترونيه. وبيتعصب براين وبيبقى خلاص الوحش قرب يهجم عليهم ويموتهم، وبيكسر جهاز التحكم وبيكسر كمان تليفون كيسي اللي كان هيفجر بيه الوحش. في اللحظه دي بنشوف مع بعض الوحش فعلا وبيرجع في مكانه تاني وبيدخل جوه الحفره. وبيقرر براين وبيقول لهم انا هروح واحاربه جوه مكانه علشان حوار القنبله ده فاشل ومش هنعرف نعمله خلاص كده. وبتقول له جوزفيندا ان احنا مش هنسيبك لوحدك واحنا جايين معاك. وبيقول لهم والله يا ريت لحسن انا خايف قوي. وفعلا بنشوف كيسي وجوزفيندا وبراين وراكبين المركبه الفضائيه الصغيره ورايحين للوحش علشان يخلصوا عليه او هو اللي يخلص عليهم مش متاكد يعني. وبياخدوا معاهم القنبله برضه، وهم ماشيين داخل القمر بيشوفوا الهياكل الفضائيه، وبيعرف ان الهياكل هي بقايا الحضارات اللي انقرضت اللي كيسي اتكلم عنها مع براين قبل كده، وان الكائن ده هو نوع من الذكاء الاصطناعي المتطور اللي انشأته الحضاره القديمه. لكن الذكاء الاصطناعي اتطور بشكل رهيب خلى الكائن بقى ناصح وانصح من البني ادمين كمان، وهو الهدف بتاع الكائن ده هو تدمير كوكب الارض كله. وبيدخل براين علشان يحارب مع الكائن وبيحارب الذكاء الاصطناعي بتاعه. في اللحظه دي بيبقى فاضل ثواني والقمر يكون قرب من كوكب الارض، وبنشوف مع بعض ان اغلبيه الارض ابتدت تنهار وتتدمر والناس كلها بتبقى مرعوبه وبيبقى خلاص فاضل لهم تكه ويتكلوا على الله. وبنرجع لبراين وبيبقى حاسس ان هو خلاص مش هيقدر يحارب مع الذكاء الاصطناعي، وبيطلب من جوزفيندا انها تاخد كيسي وترجع كوكب الارض وياخد القنبله ويهجم بيها على الوحش ويموته ويموت نفسه معاه. وبتقول له جوزفيندا احنا مش هينفع نسيبك، انت عاوز تاخد البطوله لوحدك ولا ايه؟ ما تسلك اكيد في حل تاني غير اللي انت بتقوله ده. وفجاه بيشوفوا كيسي ومعاه القنبله وقفل الباب عليه ويقول لبراين ان محدش هياخد بطوله
بطولة الفيلم غيري وانا اللي هدمر الذكاء الاصطناعي بقى. وبنشوف مع بعض الذكاء الاصطناعي قرب يهجم على المركبة الفضائية ويقرب منها، وفي اللحظة دي بيكون كيسي قرب ينفصل عن المركبة وكل ده وهو معاه القنبلة وبيفعلها بايده من غير موبايل علشان طبعا موبايله براين كسره، وبينجح وبيفرقع القنبلة وبيدمر الوحش. وبعد تدمير الوحش كل حاجة بترجع لطبيعتها، وبنشوف مع بعض براين وجوزفيندا وبيوصلوا لكوكب الارض وكلهم فرحانين بيهم ومبسوطين. وبيسأل ابن براين عن كيسي وبيقول له ان هو اللي انقذكم وضحى بنفسه علشان ينقذنا كلنا. وبينتهي فيلمنا على كده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيره جايه قريب، واشوفكم على خير ومع السلامه.